كم مرة وقفنا قدام مشكلة وافتكرنا إنها النهاية؟ كم مرة التحديات حاصرتنا لدرجة حسينا إننا في نفق ضلمة ومفيش مخرج؟ في اللحظات دي بيظهر أخطر عدو لينا، الصوت اللي جوانا اللي يهمس بالهزيمة ويوسوس بالإحباط ويحبسنا في سلسلة أفكار سلبية تشلنا وتكتم طاقتنا. بس تخيل لو قلتلك إن القرآن الكريم بيقدم لنا أعظم منهج عملي علشان نعدل العقل السلبي ونحول المحنة لمنحة والعقبة لمنصة انطلاق. ده مش كلام تحفيز وخلاص، ده وحي من ربنا اللي عارفك وعارف اللي جواك. القرآن علمنا إن المشكلة مش نهاية الطريق، دي محطة نراجع فيها نفسنا ونعدل مسارنا ونكتشف جوانا قوي عمرنا ما كنا نعرف إنها موجودة. أول حاجة، غير طريقة تفكيرك. أول خطوة علشان تغير عقلك السلبي إنك تغير النضارة اللي بتبص بيها على المشكلة. العقل السلبي بيشوف المصيبة كأنها نهاية العالم، لكن القرآن بيعلمنا نرفع نظرتنا ونفهم إنه عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق إن ورا الحاجة اللي بتكرهها حكمة من ربنا وخير هتعرفه بعدين. فبدل ما تسأل ليه بيحصل لي كده، اسأل ربنا عايز يعلمني ايه من اللي بيحصل ده. تاني حاجة، حصن نفسك بالدعاء والذكر. العقل السلبي ما يقدرش يعيش وسط قلب مطمئن، والقلب مش بيطمئن غير بربه. ربنا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خلي ليك ورد يومي من الأذكار والدعاء، ولما تهاجمك الأفكار السلبية اذكر ربنا وقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الذكر ده لوحده كان شرارة أمل لنبي الله يونس وسط ظلمات البحر والبطن والليل. تالت حاجة، اتحرك ولو بخطوة صغيرة. العقل السلبي بيحب الجمود وبيحارب أي حركة، لكن القرآن بيربط تغيير ربنا للأقدار بتغييرنا لنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما تستناش العقبات تروح، اتحرك، ابدأ بحاجة بسيطة، اقرأ صفحة، خطط لفكرة، اتعلم حاجة جديدة. الفعل هو أقوى سلاح ضد التفكير السلبي. بعد ما تاخد بالأسباب وتخطط يجي دور التوكل الحقيقي على ربنا. ده ثقة في ربنا بعد ما تبذل جهدك. فإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل ده بيديك طاقة جبارة تواجه بها الصعاب، لأنه بيربط قلبك بالقوة المطلقة. العقل السلبي هو سجن احنا اللي بنبنيه. القرآن مجاش علشان نرتله بس، ده برنامج عملي نعيد بيه تشغيل عقلنا وقلبنا. القرآن علمنا إن اليأس كفر والأمل فريضة. ابدأ من النهاردة طبق الخطوات دي وهتشوف بنفسك ازاي عقلك بيتحول من عدو سلبي لحليف إيجابي بيساعدك تحقق اللي بتحلم بيه.